بس الهدف من ان حضرتك تقولي الحقيقه اللي حصل، احنا ما قلتش يعني نقول ايه. هي لا تيجي لا، مع انا نفسها. بنجهز، احنا ما بنجهزش حاجه، احنا بنحكي بس التجربه بتاعتنا. احكي لنا عن اكتر موقف كان بيضايقك في الوزن الزايد وحسيتي انه اختلف تماما بعد ما الوزن نزل. كنت بعاني مع أسرتي في البيت، كنت بعاني في شغلي، بعاني في صحتي. بس الحمد لله دلوقتي يعني فرق بجد معاكي جامد. فرقت جدا في شكل محدش بقى بيعرفني بالظبط، دلوقتي. ايوه. ولا فرد بيتساب الحمد ما لله شاء الله. يعني. بمشي بقى مشاوير، يعني ما بتعبش الحمد لله يعني. الحمد لله. فعلا انا في الوزن ده انا بقيت اتحرك وبشيل وبعمل بايد الناس اللي شغالين اصلا في البيت. ما شاء الله. فالحمد لله كنت وزني خفيف جدا وقادره اعمل مجهود مضاعف يعني. فلو كنت بالوزن القديم ما كنتش هعمل حاجه خالص. يعني فرقه معايا في المشي جدا. حاسه ان انا خفيفه قوي. طيب الحمد الحمد لله. لله، الحمد الحمد لله. لله. بس الهدف من ان حضرتك تقولي الحقيقه اللي حصل، احنا ما قلتش يعني نقول ايه. الصحه اخبارها ايه؟ لا الحمد لله احسن بكتير. كفايه ان انا عارفه اتحرك، بروح واجي، بطلع انزل، عارفه البس. لا فرقت معايا صحيا ونفسيا جامد قوي بصراحه. انا بقول ما لحضرتك شاء الله. بطلع السلم جري ما شاء الله. ما شاء الله. وبمشي مسافات طويله. كل شاء الحاجات دي الله. ما كنتش ما شاء بقدر الله. اعملها تماما، ما شاء كنت الله. محرومه منها جدا. ما شاء الله. وده عشان كده فرق في نفسيتي جدا. اكيد اكيد. مخلي انا نفسي حاسه ان انا شخصيه تانية. ما شاء الله. الحمد ما شاء لله الله. يعني. أنا عندي حساسية صدر، تمام فأصلا نفسي ضعيف، فكنت بنهج من أي مجهود. تمام. حاليا الموضوع ده كنت بعمل رجيمات كتير، بس عمري ما كنت بنزل الوزن اللي أنا بوصل له دلوقتي. جميل، انا مش هنساهولك ان انت كنت سبب في حياتي تاني. انا كنت والله بعتبر نفسي في تعداد الموتى، ما كنتش بتحرك، كنت بدخل الحمام ولادي اللي بيساندوني، ما بعملش اي حاجه غير ان انا عالة عليهم. بس الهدف من ان حضرتك تقولي الحقيقه اللي حصل، احنا ما قلتش يعني نقول ايه. هي لا تيجي لا، مع انا ما نفسها. بنجهزش، احنا ما بنجهزش حاجه، احنا بنحكي بس التجربه بتاعتنا.